الملحن الكبير محمد رحيم نشر بوست هاجم فيه كلا من رامي صبري وعمرو مصطفى بعد كلامهم عنه في أحد البرامج التلفزيونية، واتهام رامي لرحيم إنه حارب نجاح أغنية بشرة خير واللي نزلت سنة 2013. انا ممكن ابعت لك دلوقتي تصريح ليا في 2013 لما محمد رحيم او مش عارف مين طلع مع احترام قال ان الاغنيه دي مش عارف شبه ايه، وطلعت هاجمت محمد رحيم لان هو ضايقني ان فكره انك بتهاجم نجاح. يعني انا عندي بص المبدا من زمان، مع ان محمد صاحبي جدا على فكره ومحترم وملحن كبير جدا 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 جدا، ولكن انا اختلفت معاه كصديق، بس انا اختلفت معاه عشان خاطرك انت نسيت الموضوع. الشيء اللي دفع رحيم إنه يكتب بوست يدافع فيه عن نفسه ويوضح للناس إنه في تشابه بين أغنية بشرة خير ألحان عمرو مصطفى وأغنية لأ كده عاجبين للمطربة إيمان سمير وأغنية كل ده يطلع منك لشيرين وجدي واللي نزلوا سنة 2004. ومش بس كده، ده كمان رحيم اتهم رامي صبري بانه اقتبس لحن اغنيته مش انا من لحنه لاغنية لعمرو دياب اسمها انا بحب عيونك انت، واللي غناها عمرو لايف ولم تصدر بشكل رسمي الى الان. قولوا لي رأيكم في الكومنتات في الكلام ده، وشكرا على متابعة قناة نجوم.